بصوا، اللهم بارك اللهم بارك، حلوة جدا جدا. ايه الحلاوة دي؟ افتح مشروع بقى انا كده. بصوا دي اللي احنا قطعناها. بصوا عاملة ازاي من جوه العجينة، هشة جدا طرية وتحفة تحفة تحفة ريحتها. اللهم بارك. يلا قومي تجدعاني كده وتشطري وتشجعي، وقومي اعملي عشان تحطي لولادك في اللانش بوكس. بألف هنا وشفا عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في اتم صحه واحسن حال يا رب. النهارده معانا فيديو جديد من مطبخ موحة. هنعمل بقى ميني بيتزا. ينفع تتحط في اللانش بوكس وينفع تاخديها معاكي الشغل. حلوه كده. ممكن تاخديها كده سناك جنب اي حاجه في اليوم. الشتا بيجوع يعني. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا في الطريقه. وقبل ما ابدا الفيديو يا ريت تنزلوا تشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوني، وتعملوا لايك وكومنت حلو منكم. يلا نبدأ بقى. سموا الله كده. اول حاجة هحتاجها 4 كوبايات من الدقيق. الدقيق طبعا بيبقى متعدد الاستخدامات، واربع معالق من لبن اللي هو الباودر، ايا كان بقى نوعه اللي انتي بتحبيه استخدميه. واربع معالق مايونيز كبار. 4 معالق زبادي او يعني علبتين زبادي اللي هم الصغيرين دول. وطبعا خميرة وبيكنج باودر. وانا هزود قطعة زبدة كده عليها. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. عشان اول حاجة عايزين نص كوباية مية دافية عشان العجن، ونختبر فيها الخميرة بمعلقة واحدة من السكر. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هبتدي انزل بالباكت. انا قلتلكوا قبل كده ان الخميره اللي هي الانجل دي حلوه جدا. دي هي تركي حلوه قوي. ومعلقه كبيره من السكر. بسم الله. وميه طبعا تكون دافيه. نص كوبايه كده عشان نختمر بس الخميره مش اكتر. نقلبهم بقى كويس جدا. هنا بقى هنبتدي نحط الدقيق. هنعمل مقدار الدقيق وكل الحاجات اللي هي الجافة. يلا بينا. اهم حاجة ان الدقيق يكون متعدد الاستخدامات. هننخله كده بالشكل ده، ودي خطوة مهمة. كده يبقى ال4 اكواب اللي احنا قلنا عليها. هنبتدي نحط اللبن بقى البودر 4 معالق كبار، يعني كل كوبايه معلقه، او كيس اللي هو الصغير ده. ماشي. وهنبتدي نحط البيكنج باودر، وطبعا ما ننساش ذرة الملح. ذرة ملح بس كده صغيرة اوي يعني. بس كده. بسم الله. نبتدي بقى نقلب فيها كده، نقلبهم كلهم مع بعض. المكونات الجافة اهي كلها، ما شاء الله لا قوة الا بالله.
يلا بقى بينا نجيب الزبادي. بعد كده المايونيز. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي 1 2 3 ادي 4. الزبدة يعني تبقى بدرجة حرارة المطبخ عادي. بصوا الخميرة عليت اهي زي ما انتم شايفين كده، يعني ما شاء الله كده تبقى يعني صالحة اللي هتتعامل بيها. حلو اهو. يلا بس هقلب دول كده تقليبة، بعد كده ابتدي ايه انزل عليهم بالخميرة. طبعا كل حاجة بنستخدمها بتكون بدرجة حرارة المطبخ عادي، منجيبش حاجة من التلاجة ونستخدمها على طول. يعني الزبدة مثلا، الزبادي، المايونيز، كلهم بدرجة حرارة المطبخ. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. العجينة لغاية دلوقتي ما لمتش، يعني نفضل نعجن فيها لغاية ما تلم. ممكن تحتاج مننا شوية مية دافية، يعني لو هنزود مية دافية. بصوا كده انا نوع الدقيق اللي معايا مش محتاج مية تاني، عشان يعني العجينة ما شاء الله لمت، هي بس عايزة يعني عجينة. لو هقعد مثلا بتاع 10 دقايق اعجنها بنفس الشكل ده وبعدين اسيبها تستريح. لكن في ممكن نقعد دقيقتين ياخد منك ميه زياده عن الايه، عن النص كوبايه اللي احنا اخدناها. شو العجينه لينه جدا معايا، بس هي عايزه ايه عجن شويه وقت زي ما قلت لكم. فانا عندي الرخامه نضيفه، هعمل كده. هجيب بقى شويه دقيق صغيرين كده متلزقش بس دي بقى ايه عجن. وفكرة دلوقتي العجن دي كل ما تديها حقها كل ما هي هتبقى كويسة معاكي. يعني دي خطوة من اهم الخطوات، هي انك تدي العجن وقته. بصوا هي كده لمت معايا خالص، هحطها بقى هنا واغطيها واسيبها تخمر في مكان دافي. بس بعد ساعة طبعا او ساعة ونص على حسب، عشان دلوقتي الجو بدأ يبقى مسقع شوية يعني مش حر، فهتاخد وقتها واقول لكم اخدت وقت معايا بالظبط قد ايه. بصوا بقى كده بعد ساعة بالظبط اهي. بصوا هشة وجميلة وطبيعية جميلة جدا ما شاء الله اللهم بارك. بصوا شايفين لما بتتفرد معايا ما بتلمش تاني، زي ما بفردها واشكلها بتفضل زي ما هي.
كده اعرف ان هي ايه اختمرت وحلوه جدا. يلا بينا بقى ايه نشكلها. بسم الله. بصوا انا هعملها على 3 كور كده. بسم الله. ثواني بقى. يلا بينا نرش هنا حبة كده صغيرين مش كتير قوي عشان ما ينشفش معايا العجين. بسم الله. دي اول واحدة هنفردها، بس مش عايزين تبقى سمكها رفيع قوي، يعني سمكها معقول عشان ما تبقاش رفيعة بزيادة تنشف مننا في الفرن. هجيب كوباية استخدمها في التقطيع. بسم الله. بصوا كده هي تبقى كده بالظبط اهي. هرصهم بقى في الصاج دهنته زيت، دهنة خفيفة كده، وابتدي ايه ارصهم في الصاج بقى. تعالوا بقى نشوف هنعملها بايه. انا هنا معايا فلفل رومي مقطعاه مربعات صغيرة قوي، وكمان طماطم بس ما فيهاش البذر بتاعه كده، يعني واخده اللحمه بس. ودي سوسيس كده متقطع مكعبات صغيره، وسلامي، وطبعا صلصه وموتزاريلا. ممكن طبعا تضيفوا زيتون بس انا مش حباه في اللي هي بالذات المني عشان ما تبقاش حادقه قوي. فيلا بقى نشتغل على اللي احنا عملناه. هي دي الحاجات اللي هشتغل بيها. طبعا التوبنج ده متغير، ممكن تعمليه بس ميكس جبن او اي حاجه عندك. عصاج عندك مثلا ممكن تحطيه سجق ماشي، حاجات كتير بقى دي على حسب ايه ذوقك كل واحد وبتختلف من التاني. يلا نسمي الله ونبدأ. بسم الله. بصوا بقى نبتدي نضغطها من النص كده بالشكل ده اهو. تبقى يعني النص يبقى هابط عن الحروف كده. يلا حلو قوي كده. ابتدي بقى ايه اشتغل بالصلصة اول حاجة. اعمل كده بالفرشة صلصة. طبعا في ناس بيحطوا بصل متقطع، انا مش بحب كده، انا يعني مش بحب ادخل البصل فيها خالص، بس لو انتي حابة يبقى تمام. بالشكل ده كده. يلا بينا نكمل بقى. حطيت طبعا الايه الفلفل كده بس ما نكترش يعني، الا لو انتي حابه تعمليها بالخضار والموتزاريلا بس كتريها براحتك.
طبعا في الوقت ده بنكون بقى مشغلين الفرن. كده حلوة قوي. دي ما تحطش عليها يعني، ترجعيه بقى لو في حاجة ايه مثلا مش محطوط فيها او كده. بعد كده الطماطم، بس كده هبتدي بقى ايه لو كده هنحط بقى ايه سلام كده بالواحدة، او لو تحبوا تقطعوها براحتكم، مش هحط على كتير عشان طبعا في كل بيت هتلاقوا فيه اختلاف في الاذواق، يعني ممكن حد ما ياكلوش ياكل الهوت دوج اكتر كده. بس انا بحاول ايه اغطسها هي في العجين عشان ما تطلعش منه وقت التسوية. مش مشكلة. ممكن بقى نحط ايه هوت دوج برضه. اضغطوا كده بايديكم وانتوا بتحطوا، بحيث ان الحاجات تبقى في العجين نفسه ما تقعش بقى مننا وكده. بصوا كده بقى ظبطوا كلهم، فاضل لهم بس ان احنا نحط ايه الجبنه بقى. لازم الجبنه تبقى بدرجه حراره المطبخ، دي اهم حاجه. بصوا بقى كده اللهم بارك كده خلاص كلها، حتى ايه الجبنه وكل حاجه هدخلها بقى الفرن. وانا كنت مولعاه مشغلاه يعني على النار 180 درجه. هدخله بقى وهوريها لكم اول ما تطلع. بصوا كده ما شاء الله اللهم بارك بقى. بصوا الموتزاريلا ساحت وهي ما شاء الله اتنفشت. بصوا بقى اللون ده خلاص كده، هي كده استوت. هسيبها بس تبرد و احطها بقى في طبق التقديم. بصوا ما شاء الله اللي عليها وقع، مش مشكلة. انا عايزه اوريكم بس دي، بصوا خطيره بجد. احطها في طبق التقديم واوريها.